السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني. عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 7 الصبح. كالعادة، الحمد لله، فضل ونعمة يا رب. بنقوم نصلي الفجر. فلما صليت حسيت بصحوة من الجوع المعتادة فقمت عشان اكل. فلما اكلت قلت يا بنت اعملي لايف. فطلعت لايف على قناة يومياتي انا واخواتي. ولما طلعت لايف فقت شوية، ايه ده؟ طب اقوم اشوف اللي ورايا. جاءتني الصحوة ووضبت اوضة البنات، وحاليا داخلة على الجريمة الجميلة التحفة، وهي أوضة الألعاب. ترارارا، إليكم هذا المنظر الجميل. طبعا ده منظر مش هيتكرر يا جماعة، قصدي هيتكرر كتير. يعني ده منظر أعجز عن وصفه بكل الكلمات. فهنرتب بقى الدنيا دي. وعشان في بنات طلبت مني اوضه الالعاب شكلها عامل ازاي، هي غرفه صغيره خالص، هي هنا بيسموها غرفه خدمه، تقريبا متر ونص في مترين وسبعين. انا جبت لهم الجزء الابيض ده من ايكيا، وهو بتحط فيه اللي هي الصناديق اللي هم رامينها على الارض دي زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى؟ قلت احط فيها اللي هي اللعب الصغنطوطه دي، شايفينها الحاجات الصغيره دي، فهحطها. وخليت الباسكت الكبير ده بصراحه عملي قوي، كنت جايبها من سيتي ستار، بحط فيه بقى اللي هي الدباديب والحاجات الكبيره. لان الحاجات الصغيره دي لما بتتحط في الباسكت الكبير بيضطروا ان هم يقلبوا الباسكت كله عشان يجيبوا اللي فيه. فانا جبت لهم نظام البوكسات اللي بتتحط في الجرار ده عشان يبقى سهل عليه. الجزء الابيض ده بيتشرى لوحده، عامل 11 دينار وشويه من ايكيا. واي بوكس من دول بدنار، الكبير بدنار 750، والاصفر الصغير ده بدنار وربع. الشفاط منور، لسه عايز يتركب فوق البوتاجاز ما تركبش. هنظبط بقى الاوضه. استودعكم الله يا جماعه، بسألوا عليا. خلونا نطلع الاول المشاية في البلكونه. خلينا نحط في الكيس البلاستيك ده الحاجات المكسرة او اللي مش نظيفة. بحب العروسة دي قوي، يعني اوقات انا بحب اقعد العب معاها. في شراب يا جماعة مرمي هنا، لو حد عايزه يقول لي عليه والله ما اتأخر والله. شفتوا بوني دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حلم ولا علم؟ الحمد لله. طبعا زي ما قلت لكم الباسكت الكبير ده اللي فيه الحاجات الكبيره، اللي هي العرايس والدباديب والكلام ده. مش عارفه هم نافخين العوامات ليه. بصوا هيتجننوا والصيف يجي يعني. وهنا لمينا الحاجه اهي. ده شكل الحاجه يا بنات في الدرام. تشدي كده يبقى قدامهم على طول. الفكره اللي انا عايزه اقولها لكم، لان هنا برضو بتبقى الاماكن ضيقه مفيش مساحه، العجل بجد بيعمل ازمه جامده قوي. فدي فكره حلوه قوي فيروز عملها. زي ما انتم شايفين اللي هو بتاع حرف الاس اللي فوق ده بالشنيور، وظبطه وعلق في حرف الاس ده بيعلق عليه العجل. بس حاليا العجل في السياره تحت. بس عايزه اقول لكم ان احنا بنعلق عليه العجلتين عشان ما ياخدش مساحه هنا على الارض. نفضي الجزء ده ان هم يلعبوا فيه. اللي انتم شايفينه ده على الارض ده بيكون حاجه تخينه كده زي الاسفنج، وبيجي فوقها مثلا مقطه او حاجه، بس احنا سيبناها كده. وبحط فوقها اللي هي المشيه اللي انا حطاها في البلكونه تتشمس. خلينا بقى نكنس الارض، وبعد كده هندي مسحه بالديتول والدوني عشان تبقى ريحتها حلوه. لان هنا الاوضه مشكلتها ما فيهاش شباك، يعني مش عارفه بصراحه، يعني هي عشان اوضه خدمه ما يعملوش فيها تهويه، فللاسف ده اللي حصل يعني. فلازم ان هي دايما تبقى ريحتها حلوه، دايما متنضفه. وانتوا عارفين موضوع الالعاب والكلام ده لازم تكون الدنيا نظيفه، لان ده اكتر مكان هما بيقعدوا فيه. وده شكل الغرفه. الحمد لله خلصناها، عطرناها، كنسناها ومسحناها، وحطينا الالعاب الحمد لله في البوكسات بتاعتها. عايزه اقول لكم يعني تقريبا ساعه بس، نص ساعه بعد ما يصحوا هتبقى زي ما كانت. يعني الموضوع ده انا بعمله مثلا كل يوم، بعمله مرتين في اليوم، 3 مرات بصراحه. في مره منهم بخليهم هما اللي يلموا، يعني في مرة اقول لهم خلاص انا ماما تعبت لموا انتوا، فعودوهم برضو ان هم يلموا. تقول لك خلاص يا ماما انا هلعب براحتي، واقول لها اوكي خلاص انا واثقه فيكي هتلعب. قالت تقول لي فعلا، يعني اوقات تقول لي خلاص انا هلعب وهبهدلهم وبعد كده هلمهم فبسيبها، خليها قد كلمتها. انتي وعدتيني ان انتي هتلعبي، سبتك تلعبي براحتك، بس لما تخلصي تلمي كل اللعب. وطبعا لازم انا اعملها كمان مره بنفسي يعني. ربنا يهديهم يا رب ويبارك لنا فيهم. والفيديو مش فيديو طويل، بس ان شاء الله يكون مشجع. انا عارفه ان الجو برد و يعني بيدي كسل شويه، بس خليكم انتوا قدوا، وانتوا قدها وقدود، وان شاء الله تقدروا تقوموا وتتنشطوا. اي حاجه انت والله بجد انتوا عارفين احساس كده، بتحسي الاوضه دي مكركبه، لا الدولاب ده مش نظيف، بتحسي ان انت متضايقه من جواكي، متضايقه. استعيني بالله. وفتره الصبح دي بجد نشاط يعني. انا عارفه ان في ايام دلوقتي امتحانات، بس انا يعني البنات بقى اللي خلاص ولادهم خلصوا امتحانات،
يلا تشجعوا وتنشطوا، وان شاء الله يكون فيديو مفيد بالنسبه لكم. وابقى لبيت طلب اللي كانت عايزه تشوف غرفه الالعاب بتاعت بناتي. طبعا ده ريحني جدا، وفصل بين ان هم يلعبوا في طبعا بيلعبوا في اوضتهم يعني، بس مش زي ما كان الاول. كانت تيجي تنام عشان انيمهم لازم اقعد الم اللعبه، لا دلوقتي بقى على الاقل غرفه النوم للنوم وغرفه الالعاب للالعاب. وربنا يوسعها علينا جميعا يا رب.